السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي. يا رب يجعلها أيام سعيدة علينا وعلى الناس أجمعين يا رب، ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، ويرحم موتانا وأموات المسلمين أجمعين يا رب. أنا النهاردة نزلت فيديو لنور كان معايا، حبت ان هي نخرج شويه وبتاع. ابن عمي بيشتغل في نادي الجمهوريه، قال لي تعالى نخرج والكلام ده. جت نور معايا وقلت لها يلا تعالي. ركبت العجله واتفسحت شويه، يعني حبينا ان احنا نفك منها، كانت تعبانه شويه. الف سلامه عليها يا رب، ويشفي كل طفل وطفله يا رب. وحتى لدرجة ان انا قلت لام احمد وبقية الافراد العيلة احمد وحبيبة تيجوا معايا، قالوا ايه خليها مرة تانية. قلت لها يلا يا نور نتوكل على الله. هنا عندنا نادي الجمهورية يا جماعة. دخلنا وحبت تلعب، حتى قالت لي انا عايزه شويه العاب والكلام ده. قلت لها خلاص براحتك، النهارده اليوم يومك، بس تفكي من التعب اللي انت فيه بحيث ان تتحرك. ركبتها العنكبوت برضو وكانت مستمتعة جدا والحمد لله رب العالمين. واحنا كان نفسنا ناخد بدوي معانا هنا، بس بدوي ما يسدش في الكلام ده يا جماعة، يعني على اساس ان بدوي ما كانش هيقدر يقاوم، ان هو كان عنده عمليات كتير زي ما انتم شايفين. خير ورشاد طبعا محبوسين في الزنزانة، هو وحنف الأبهة الكبير، بحيث ان انا يعني كنت نفسي اخدهم، بس هم دول يعني الواحد يعروا ما يشرفوش يعني. لكن بدوي ممكن ان احنا نربطه بسلاسل والكلام ده عشان نقدر نملكه شويه، ان هو متخلف عقليا. انتوا عارفين لسه عنده عمليات كتير في المخ وفي الاعصاب وفي كل الدنيا. حتى احنا عملنا له النهارده ان شاء الله رجليه، وحاولنا ان وديته اكبر دكاتره هناك في العظام في المستشفى عندي، بحيث ان يقدروا رجليه تثبت والكلام ده. وهو والله المستعان. نور تحبت تطلع على على الزحليقه يا جماعه، النطاطه الكبيره. تمام، قلت لها عيشي بقى براحتك. بقت مستمتعه وفرحانه والكلام ده. وزي ما انتم شايفين دي الاطفال معاها يا جماعه بيلعبوا معاها. تمام، وطالما ان العيل لازما برضو ما يلزموش ان في غلا ما فيش غلا في الكلام ده، هو عايز برضو يخرج يتفسح زي اي حد، زي اي حد برضو عايش الطفولة والكلام ده. وربنا يبارك في نور يا رب، وفي احمد وفي حبيبة يا رب، ونشوفهم يا رب احسن الناس ان شاء الله، هم واللي زيهم يا رب. وربنا كبير ان شاء الله، يكرمنا وينصرنا ويجيب لنا حقنا من كل اللي ظلمونا ان شاء الله. اتمنى في الايام المباركة دي يا رب، والصلاة على النبي كتير يا جماعة، ان ربنا يفك الضيقة ويفك كرب كل مهموم يا جماعة. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حبت تلعب برضو على مع في الفنجال والكلام ده، لدرجة ان قالت لي انا هدوخ اكتر من اول. قلت لها لا، بس ما تركزيش، خلي عينيكي مغمضة شوية بحيث ان انت تقدري ما تدوخيش يعني. قالت لي خلاص ماشي يا بابا. وزي ما انتم شايفين انا ده كان ياسين ومريم معاهم، اصحاب ابوهم صاحبي يعني يا جماعه، وكانوا طالعين معانا مع الكابتن محمد الروبي، وربنا يديله الصحه يا رب ويبارك فيه. الناس المحترمه جدا الكابتن محمد، ذوق يعني، مش عشان ان هو قريبي، الحمد لله رب العالمين. ربنا يوقف لنا ولاد الحلال معانا يا رب، ويحبب فينا الناس يا رب. وزي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه، حبينا ان احنا نفرفش نور شويه اهي. وربنا يبارك فيها يا رب، ونشوفها احسن الناس ان شاء الله، ونشوف الاولاد كلها يا رب كويسين ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، هو الواحد بيعمل ايه لما بتكبر؟ انت بتبقى طفل صغير، وزي ما انتم شايفين يا جماعه ان كل طفل صغير بيبقى عايز يخرج، عايز يتفسح، عايز عشان دي بتبقى ذكرى لهم. وربنا يبارك فيهم يا رب. والنهارده المولد النبوي، يعني ندعي بالصلاه على النبي كتير يا جماعه، عشان ربنا يفك الكرب كل مهموم وكل مريض وكل ميت يا رب، ويصلح حالنا وحال الناس المسلمين اجمعين يا رب.
وده يا جماعه مشوارنا للقاهره ان شاء الله، وان شاء الله في مفاجاه كبيره ان شاء الله هنبقى نقول لكم عليها بعدين بامر الله لما تنتهي باذن الله. واحنا متوجهين ل 6 اكتوبر ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين مصر هي فعلا هي مصر ام الدنيا، ويا رب شعبها وناسها واهلها يبقوا بخير وطيبين يا رب العالمين، وربنا يفك كل مهموم وكل مريض، ويشفي كل مريض يا رب، ويرحم موتانا اموات المسلمين. وزي ما انتم شايفين مصر جميله فعلا هي فعلا مصر ام الدنيا.